السلام عليكم حبيباتي الحلوين، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، ان شاء الله كامل تكونوا في صحة جيدة، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا صابة الحمد لله، توحشكم بالبزاف، توحشت نشارك معاكم الوصفات واجواء تاع الكوزينة وكاع. سمحوا لي يعني مقصرة في حقكم، لا غالب راني لاهية شوية، وكما تعرفوا الخدمة الوقت ما كانش، وراني لاهية شوية في واحد الامور. عن قريب ان شاء الله تعرفوا شهية. ونرحب ايضا نشيرات بكامل مشتركاتي الوفيات، ونرحب ايضا مشتركاتي الجدد، نقول خواتاتي مرحبا بكم على قناتي. انا شاف ايمان. اللي ماهاش متفاعله مع قناتي نقول اختي تفضلي تفاعلي مع القناه، ديري ابوني وتفاعلي مع زر الجرس باش هكا يوصلك كل شيء جديد من عندي. اليوم مشيرات جيت جبت لكم واحد الوصفه بنينه بنينه بنينه، نقول لكم وما تكلفش صوالح بزاف، يعني صوالح نقدروا عليهم كاملين. هاد الوصفه اللي هي درت انا هنا كريات تاع الكفته تاع الدجاج. درتها بالصلصه الحمراء بصح على طريقه تاع محمر. هي كم هكا كفته اونصوص، بصح هي كنت تشوفوا الطريقه تاعها. غادي تبان لكم هكا طاجين تاع الكفته بالطماطم، وزدت معاها هنايا شيرات ليغيم صوتي، خضره صوتيتها. راكم تعرفوا ديجا درت لكم من قبل ليغيم صوتي، بصح هاد الخطره درت لكم طريقه مختلفه وبنينه بالبزاف. اول خطوه اللي درتها هنايا، انا حضرت البولي اشي تاعي، الكبسه تاع الدجاج، درت لها كيما راكم تشوفوا المعنوس الثوم وكاع لي زيبيس، ودرت لها كريات. جبت المقله حطيت فيها الزيت، حطيت فيها هذيك الكريات تاع الكبسه، خليتهم هكا شويه حمار ودخلت لهم غير شويه طياب، وقلحتهم ماشي بزاف، يعني حمارو بجهه عاود قلبتهم حمارو عاود نقلعهم. كي نقلعهم في ابار في طبسي، نخلي هذاك الزيت تاعهم اللي طيبت فيه هذاك الكفته، ونديرو فيه هنايا 3 فصوصه تاع توم ربيتهم، زدت معاهم نص مغرف تاع طوماطيس تاع القوطي. الطوماطيس تاع القوطي كما راكم تشوفوا راني نحرك فيها في الزيت، كي تحرقوها في الزيت تجيكم بنينه مع الثوم، ميم لاسيد تروح لها. ربيت الطوماطيس الشيرات وحطيتها في المقله. جبت هنايا شويه ما دافي، حليت فيه حبه تاع الجombo تاع مرق الدجاج، يعني مكعب تاع دجاج، حليته في هذاك الماء حتى لي داب لي كاع. ولاصوص طوماط تاعي راها في المقله كيما تشوفوا. هذيك الطوماطيس اللي ربيتها وحطيتها في المقله، زدت لها شويه حرور، شويه ملح، شويه سكر يقلع لها هذيك لاسيد. ونعطيكم السر تاع لاصوص اللي تجي بنينه، ديروا لها القرفه غبره غير عند القنت تاع المغرف، وديروا لها القرفه تبدل لها واحد الكو، تمد لها واحد الكو روعه. زدت حطيت هذاك الماء اللي حليت فيه الجombo، حطيته في لاصوص طوماط، خليتها هكا مرقه بالبزاف، جا بويون، جات خفيفه هكا بالبويون. زدت رديت هذيك الكبسه فيها، وخليت الطاجين خليتها طيب على شكل طاجين، يعني تبلعوها بالبلاع ولا تخلوها هكا تكتك حتى لي تعقد لكم وتجيكم بنينه، وتجيكم واحد الكو روعه. ما تامنوش كيفاش جات بنينه ومعسله، يعني جات كفته هكا اونصوص ولا كفته هكا طايبه في طاجين هكا تاع المحمر بطريقه شابه بزاف وبنينه. وعطيتكم كاع الاسرار تاع اللي تخرج لكم لاصوص تاعكم بنينه. فيما يخص ليغيم صوتي، هنا عندي كابويا قطعتها كروطه، واللوبيا ليغيم ما يهمش اللي يكون عندكم في الدار تقطعوه. جبت هنا مقله قطعت فيها هنا نص حبه تاع بصله، درت فيها هنايا فص تاع ثوم، وخليتهم يتقلوا غايه حتى تشوفوهم هكا يحمروكم. هكا تشوفوا البصله تاعكم تتحرق، حطوا عليها هذيك ليغيم صوصي. هذه ليغيم صوصي بالطريقه الاغريقيه، يعني ليغيم صوصي على غريك. نحط فيها هنا شويه تاع الملح وشويه تاع الحرور. نجيبوا الخل تاعنا ونحط، كي تشوفوها هكا تقليت وبدات تحمر لكم هذه الكاروطه، نجيبوا الخل ونحطوا هكا قد 2 مغارف. اذا عندكم صويا صوص تقدروا تبدلوا الصويا في بلاصه الخل، بصح ميم الخل يمد لكم نوغو تاع اللي غادي تمده لكم الصويا. ونبقاو نصوتو في هذيك ليغيم حتى تشوفوها بلي حمارت لكم وتجي تاني بنينه، سورتو كي تضيفوا لها الخل. وميم هذيك البصله تطلق لكم واحد البنه روعه وتبدل لكم لوغو تاع ليغيم. وهكا ان شاء الله نكون فدتكم بهذه الوصفه الرائعه البسيطه، تقدروا ديروها في الفطور ولا ديروها في العشاء هكا خفيف، تجي بنينه بالبزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومونتير.
شيرات. ودوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه تاع اليوم هذا، ما كان باسكو انا بزاف عجبتني، وميم دارنا كي تعشوها قالوا لي يعطيك الصحه ايمان، جات بزاف بنينه. ان شاء الله نتوما تاني تسيوها وتخرج لكم روعه. المهم انا عطيتكم كاع الاسرار تاع لاصوص هذيك كيفاش تخرج لكم. وسورتو ركزوا لي على القرفه، القرفه غبره وشويه سكر، تمد لكم واحد البنه روعه. وما تنسوش تاني الطوماطيس كونسونطري، الطوماطيس تاع القوطي تقلوها في الاول في الزيت، تخلوها هكا تتقلى حتى تنحرق لكم. والسر تاني تاع البنون تاع الخضرات ليغيم صوتي كيما قلت لكم الشيلات البصله تكرملوها، وفي الاخير تضيفوا شويه تاع الخل ولا الصويا صوص، وتخلوها هكا تتقلى، واحده من زوج، يا الخل يا الصويا اللي يكون متوفر عندكم. تخلوها هكا تزيد تحمر لكم تاني تجي روعه. ودوكا معليا نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، ومع السلامه وشهيتكم في الجنه.